الزمالك ينتصر على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف. الزمالك قدم شوط اول واحد من افضل الاشواط في هذا الموسم، كرة اوروبية بكل ما تحمله الكلمة، كرة جميلة وهجوم من كل مكان في الملعب. كل الاجناب بتقدم كرة هجومية شرسة على الخصم، وتقدم الزمالك بهدف مقابل لا شيء. ثم جاء الشوط الثاني والزمالك تقدم بالهدف الثاني، واصبحت النتيجه 2-0، واصبح الوقت والجو هادي. فجاه حصلت تغييرات، نزل سيف جعفر، نزل عبد الغني، نزل مصطفى الزناري، وسط الملعب بتاعنا وقع، دونجا مستواه قل. الزمالك يتحول من الشق الهجومي الى اصبح دفاعي، ودفاعي سيء، واستطاع الاتحاد ان يحرز الهدف الاول، واصبحت النتيجه 2-1. الزمالك محتاج شغل كتير جدا في وسط الملعب وفي الدفاع.